حنكش ابن بنكش. أهلا بيك يا حنكش يا ابن بنكش. يا ترى يا حنكش، هل تظل الحنكشة في البنكشة أم أن الحنكشة سوف تصل بك إلى حالة من البنكشة؟ أقول لك بصراحة، الأصول البنكشية للحاج حنكش اللي بيتكلم معاكم دي أصول قديمة من العشرينات القرن التسعتاشر، لأن كان في زمان تيتا السيكابولي والسيكابولي والسيكي، دول كانوا علامة فارقة في تاريخ بونجك السيكي اللي هو بيتكلم عن حنكش ابن بنكش. هو مش لغايتي، دي حقيقة. فهو اتعلم حنكش ابن بنكش ازاي يتفاعل مع المجتمع في ظل تغيراته والصبر والجلد والعقل. فحنكش دايما بيبنكش مش بيبكش، تختلف، لان حنكش مش بيبكش. حنكش بيحب يظهر الطبيعة للتيتا السيكابولي والسيكابولي، وهما الاتنين في قلوبنا ساكنين، لان هما كانوا من العوام، الناس الطبيعيين البساط اللي حبوا الناس، تعاملوا مع الناس وعاشوا مع الناس. عشان كده شكرا لكم.